الاخيره ان احنا بنناشد الشعب المصري ان ربما الفتره الجايه ربما تبقى في عمليه عدم انتظام. احنا محترمين ومؤدبين ومهذبين ومتربيين في احسن بيوت. ان شاء الله باذن الله احنا اللي هننظم المرور، احنا اللي هننظف الشوارع، احنا اللي هنخدم بعضنا. جهاز الشرطه عمره ما هيسيب فراغ امني، بل بالعكس. مهمته نقيب اسمه حاتم محمود عبادي ده حضرتك تزوج عرفيا من سيدة نرويجية، والإتمام الزيجة وتزوج دون علم القوات المسلحة، وخرج وخد رفد من 2004. احنا معانا الصور على الهواء. طب يا ريت نشوفها. نعم. ده حاتم حضرتك موجود قدام حضرتك. يبقى اذا ده مرفوض من الخدمة 2004. يبقى بقاله 7 سنين مش موجود، ويطلع دلوقتي ويقول انا نقيب ويتكلم بكلام بذيء او كلام غير لائق صالح القوات المسلحة. هل ده معقول؟ التاني لو نقدر نجيب نقيب اسمه شريف. القوات المسلحة بترسل بعثات في الخارج للضباط من التخصصات المختلفة. بعتنا النقيب شريف محمد أحمد عثمان في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وفي أثناء تواجده هناك في أمريكا المفروض ينهل من العلم ويحصل على البعثة بتاعته ويجي لمصر ويعود للقوات المسلحة لنقل الخبرات وما تعلمه هناك. اللي عمله هناك تزوج من واحدة أمريكية بعد علاقات نسائية وعلاقات كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يعود. أنا النقيب السابق شريف عثمان، نقيب بالقوات السابق بالقوات الجوية المصرية، وعضو من أعضاء ضباط من أجل الثورة، أول مجموعة معارضة تتكلم على النت، وبننزل على الأرض. وكنا في الميدان الأسبوع اللي فات، اتكلمنا مع الناس، الضباط عرفت هتعمل ايه كويس. ملايين الصحراء من الصحراء للصحراء هتفقد الملايين تفقد وما يبدأ حد ينظفها بسرعة معي الملايين مدن الداخل، معي الملايين من اوروبا. هل انت الوجه ده اذا كنت ملايين الصحراء من الصحراء للصحراء هتفقد الملايين تفقد وما يبدأ حد ينظفها بسرعة كده.